تعريف الفن التشكيلي بأنه ذلك النوع من الفنون الذي يعبر من خلاله الفنان عن أفكاره ومشاعره، حيث يسمى إلى تحويل المواد الأولية إلى أشكال جميلة كالعمارة والتصوير والزخرفة والنحت. الفن التشكيلي هو نوع من أنواع الفنون اللي فيها الفنان بينقل الواقع بصورة ملموسة. والفن هنا يعني بيكون الفنان بينقل الصورة من الطبيعة، ممكن تكون زي ما هي، أو إن هو بيغير فيها بناء على الحالة الوجدانية بتاعته أو اللمسات بتاعته اللي بتميزه من فنان لآخر. والفن التشكيلي الهدف منه إن هو مفيد في ان يكون الانسان عنده تذوق عام او يفيد في الذوق العام، وان هو يكون عنده ثقافه، وان هو كمان بيعالج القضايا المجتمعيه، وان هو ممكن يكون رساله ان هو يغير فكر مجتمع او فكر شباب معين عن طريق الرسم او التصوير او الحاله اللي شايفها الفنان، ويقدر من خلالها ان هو يغير الواقع عن طريق الفرشة بتاعته أو الخامة اللي هو بيستعملها أو الكاميرا بتاعته، أيا كان نوع الفن اللي هو بيقوم بيه. يعني مثلا زي لقطة الكاميرا كده، إن هو بياخد صورة من الواقع كأنه مصور بكاميرا بالظبط، فبيبدأ ينقلها في صورتها الطبيعية زي ما هي، أو إن هو يحط اللمسة الخاصة بيه. إذن فالتشكيلي هو ذلك الفنان الباحث الذي يقوم بصياغة الأشكال، أخذ مفرداته من محيطه، ولكل إنسان رؤياه ونهجه. لذا تعددت المعالجات بهذه المواضيع، مما اضطر الباحثون في مجالات العطاء الفني أن يضعوا هذه النتاجات تحت إطار المدارس الفنية. كل مدرسة بتعبر عن الحالة أو ليها سمة معينة بتميزها عن المدرسة الأخرى. بتتميز بقى المدارس دي ان في منها فنان مثلا بيستخدم الفرش والالوان الزيتيه او الوان الاكريليك، او اللي هو يقوم بالتصوير الفوتوغرافي، او ان هو يعمل بالنحت بالطين او الخشب، ايا كان انواع الفن. ان طبعا الفن التشكيلي ليه فروع كتير، اللي هو زي الرسم، التصوير الزيتي، التصوير الفوتوغرافي، النحت، في كمان اللي هو الديكوباج، وفي كمان حالة طالعة دلوقتي ان كل فنان ممكن يشكل اي خامة موجودة عنده في الطبيعة او في البيئة مهملة، ممكن يحولها لعمل فني يستفيد منه، وبالتالي يعمل إعادة تدوير للحاجة اللي عنده ويخرج منها أعمال فنية. فده طبعا بيأثر على يعني إن المجتمع مثلا ما نرميش كل حاجة في الأرض، اللي احنا ممكن لا نستغلها ونعمل بيها عمل فني يفيد الناس، وكمان البيئة نحافظ عليها. كل فنان ليه بصمة، فالبصمة دي نابعة من الإحساس الداخلي، فبالتالي بتأثر على الألوان، بتأثر على الإحساس بتاعه في اللوحة، إنه ممكن يعمل خطوط بس. في فنان ممكن يعيش إن هو بيحب الطبيعة، خيالي رومانسي. في فنان ممكن بيميل ان هو عاش تجربه مثلا قاسيه او كده، فبيبدا يعبر عنها بطريقه مؤلمه شويه. بتكون الالوان بتاعته مثلا لو هو مبسوط، فبالتالي الالوان بتاعته بتبقى قويه، بتبقى فيها امل، فيها حياه، فيها تعبير ان الفنان ده جواه امل ومستقبل مبهر، وان هو عنده طاقه، فبالتالي بينقل لي الصوره دي للمتلقي، هو بيحس بكده. في فنان تاني بتحس ان هو في حالة حزن، هو عنده حالة حزن او عدم ارتياح للمجتمع اللي هو عايشه، فبالتالي بينقل الصورة بتاعته، سواء ان هو بيعالج القضية اللي هو حاسسها او الواقع اللي هو عايشه. فبالتالي هو الفنان رسالة، يعني زي دوره زي دور اي عضو او شخص مؤثر في المجتمع. هو الفنان هو اللي بيقوم بنقل الواقع اللي هو عايشه او الخيال اللي هو عايشه بناء على الحالة بتاعته،
بناء على الفكر بتاعه. يعني في فنان مثلا يقول لك انا بحب اقعد مع نفسي كده واسرح بخيالي علشان اطلع فكره مثلا جديده عن المشكله اللي في المجتمع، المشكله مثلا بنعاصرها، عن الشباب، عن الطموح، مشكله عن البيئه، ايا كان المشكله اللي احنا بنعاصرها. في واحد تاني يقول لك لا انا ماليش دعوه بالحاله المجتمعيه دي، انا عايش مثلا قصه حب، فبالتالي هعبر كل اللوحات بتاعتي هتعبر عن الحب او العلاقه بين الرجل والمراه، او علاقه بين الاب والاسره، الاطفال والام، فهي علاقه بتعبر عن الاحساس اللي هو عايشه. فبالتالي بينطبع ده على اللوحات. اي حد ممكن يشوف اللوحه او ينقدها هو بيعيش الحاله دي، يقول لك انا حاسس ان اللوحه دي بتتكلم، هي بتعبر عن احساس اي شخص مر بالظروف دي. فبالتالي هو ليه تاثير قوي في تغيير المجتمع، او في احساس الفنان بمشاكل المجتمع او بمشاكله هو النفسيه، لان طبعا اي مشكله بيتعرض لها الشخص بيكون في ملايين الاشخاص عندهم نفس الحاله اللي بيعيشها الفنان. تعد المدرسة السريالية واحدة من الحركات الثقافية الفنية التي ظهرت في بدايات القرن العشرين، وتهدف إلى التعبير عن الأفكار والمشاعر التي تدور في العقل الباطن بطريقة عفوية بعيدة عن النظام والعقول والمنطق والوعي. المدرسة السريالية أو المدرسة الفوق الواقعية، واللي بتشتق من الفرنسية اللي هي فوق الواقع، إن هو المدرسة دي بتتميز إن هي بتجرد الرسومات أو بتعبر عن الرسومات بطريقة خيالية مش متوقعة، فوق الواقع، يعني العقل نفسه ما يقبلهاش، وبتعبر عن العقل الباطن للفنان. فالمدرسة دي مختلفة بكل المقاييس عن كل المدارس الفنية، لأن هي خرجت من الواقع، راحت في عالم تاني مختلف. العقل نفسه مش مستوعب ازاي جاب دي، يعني اللي هو تعدت كل الحدود يعني. والمدرسة دي ظهرت في القرن العشرين، ومن رواد المدرسة دي أشهر روادها سلفادور دالي. سلفادور دالي هو فنان أسباني مواليد القرن العشرين، ويعتبر من أعظم الفنانين الموجودين في العصر الحديث. وده بقى اللوحات بتاعته بتتميز بأن هي غريبة، محدش بيتوقع هو ازاي عمل ده، لأن هو خرج عن المألوف، خرج عن الواقع، ومفيش يعني حد بيتوقع اللي هو قدر يعمله، ان هو طلعنا في عالم خيالي، بس في نفس الوقت عبر عن افكار كتير بطريقه مختلفه. وكان من اشهر اللوحات بتاعته لوحه اسرار الذاكره. يصور دالي في لوحة إسرار الذاكرة كيف أن مفهوم الوقت الاعتيادي يصبح اعتباطيا وغير منطقيا وبلا فائدة بداخل حالة الحلم. وقد أكد الباحثين أن الساعات الموجودة باللوحة، والتي كانت من أكثر الإكسسوارات انتشارا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي نظرا لأهمية الوقت. يستطيع الفنان التشكيلي المعاصر تفريغ ما يجول في نفسه من أفكار وفوضى بسبب الضغوطات التي تقع على عاتقه، وترجمتها بوعي، مستخدما مفردات التشكيل من خطوات وألوان ونماذج للوصول لهدف داخلي وجداني عميق. طبعا الفن بالنسبه لي كان حياه، لان انا يعني كمها مريت بتجارب كتير
تكاد تكون كانت سبب في إن أنا أطلع مها الجندي الفنانة التشكيلية، إن أنا أتحدى كل الظروف وكل الصعاب. بما إني كنت يعني من مدينة محافظة البحيرة، مدينة شبرخيت، إن المدينة مش أو المحافظة عامةً مش الفن عندها ليه دور كبير، أو إن هم بيهتموا بالمجالات الفنية، وتقريبًا كنت الوحيدة. فكان الموضوع غريب بالنسبة لهم إن واحدة وتسافر وتشترك في معارض وتبقى فنانة. كان الموضوع غريب لأن ما فيش معارض عندنا ولا فيه اهتمام بالفن. فكنت باعمل نقلة إن الفنان ده موجود في أي مكان ولازم يسيب بصمته، واشتركت في معارض كتير. المعارض دي فرقت معايا إن أنا طلعت كل اللي جوايا، تقريبا حوالي 10 سنين غياب عن الفن التشكيلي. بس كنت مستمرة في الرسم، لكن الاشتراك في المعارض كان لسه من سنتين. فتقريبا بذلت مجهود 10 سنين في الوقت القصير ده ان انا اوصل ان انا اعمل معرض شخصي. وكان اول معرض شخصي ده في الاوبرا المصرية. كان بالنسبة لي نقلة في حياتي، ان انا طلعت كل الحاجات اللي كانت جوايا وكل المشاعر، سواء السلبية او الايجابية، والحالة الوجدانية اللي انا عشتها طول الفترة اللي فاتت، اللي هي تقريبا حياتي كلها. نقلتها في صورة لوحات. كانت اللوحات بتعبر عن الإحساس اللي أنا حسيته والحالة اللي أنا عشتها، والطموح والأحلام، وعن المدينة بتاعتي. نقلتها بصورة تصوير فوتوغرافر كمان، إن أنا صورت، ودي كانت أول مرة إن أنا أنقل بلدي، وقد إيه أثرت فيا، وقد إيه هي مدينة محدش يعرف عنها حاجة كتير، وجمالها، وإن هي بتطل على النيل، وحاجات كتير قوي فيها. اللوحات بتاعتي هو فيها تنوع بطريقة كبيرة جدا. ان انا مش ما تأثرتش بمدرسة فنية معينة، لا انا تنوعت في المدارس. حبيت اعبر عن الحالة بتاعتي او الفن بتاعي باسلوب مختلف. ان تقريبا اكتر الفنانين، كل فنان ليه مدرسة بيتأثر بيها. لا انا يعني عملت مدارس مختلفة. فمثلا انا استخدمت الوان الزيت في لوحات عندي كتير. لان الزيت ده انا بحسه ان هو الخامة بتاعته او اللون بتاعه بيديني تأثير قوي في اللوحة، وبقدر ان انا اشكله زي ما انا عايزة. ففي لوحات عندي بالزيت وفي بالاكريليك. طبعا الاكريليك بحسه ان هو من الالوان القوية اللي بقدر استعملها بطريقة سهلة، بتنشف بسهولة. ففي لوحات عندي تأثرت اكتر باللي هو الالوان القوية، الاخضر والاصفر والاورنج والاحمر. فكانت الالوان صارخة عشان تعبر عن الحياة والأمل والتجديد، وقد إيه الإنسان مهما كان حزين لا يقدر إن هو يكون عنده أمل لسه، وإن بكرة أحلى، وإن مفيش حاجة اسمها هفضل زي ما أنا في الحالة اللي أنا عايشها. فأكتر اللوح اللي كانت بالزيت والأكريليك كانت بتعبر عن الأمل وعن الحياة. وفي منها لوحات بتعبر عن مدى الحزن من المجتمع، وقد إيه نظرة الناس ليا او للمرأة عامة، وكلام الناس الكتير. فده نقلته في اللوحات. يعني في لوحات كان فيها ماسكات. الماسكات دي كانت بتعبر عن البشر اللي احنا عايشين معاهم، وقد ايه ان هم بيكونوا بكذا وجه، وان هم متلونين بالكلمات والالفاظ، وان هم بيتراقصوا بالكلمات العذبة، وهم بيكنوا لينا يعني الحالة اللي هم عايشينها معانا، بس بطريقة عكسية. يعني انت بتقول مثلا ان انا ايه كويس معاك وانا بحبك، وفي العكس هو مش بيحبني اصلا، وهو بيكن الكره ليا. فده عملته في اللوحات. وقد ايه كلامهم كتير، مهما نعمل هم هيفضلوا يتكلموا. فده نقلته برضو في صورة في اللوحات عندي. وفي لوحات كانت تقريبا مختلفة، ان انا اول مرة اعملها اللي هو لوحات بالخيوط مع الالوان. فدي كانت جديدة، اعمل ميكس الالوان الاكريليك مع الخيوط الصوف. فاللوحات دي يعتبر من اقوى اللوحات اللي عملتها. ودي كانت بتعبر عن رحلتي في الحياة، وقد ايه ان انا مريت بظروف صعبة،
وحولتها لأمل وتحدي ونجاح. وفي لوحات عندي كانت بتعبر عن الحالة اللي هي الخطوط بتاعتها، كان اللي يقف قدامها لا اللوحة دي بتتكلم عن رحلة حياة، بتتكلم عن أمل، بتتكلم عن بكرة، فكل يشوفها بيحس الحالة دي. فده اللي أنا كنت عايزاه، إن كل فنان يعبر عن الحالة بتاعته. في لوحات بقى عملتها اللي هي التصوير الفوتوغرافي، ودي كانت أول مرة امسك كاميرا ان انا انقل صورة البلد بتاعتي وقد ايه هي جميلة. فصورت النيل بشكل مختلف والمراكب، وقد ايه المدينة هادية والنيل عندنا هادي. فكان احساسه حلو. وفي اماكن تاريخية، ان احنا المدينة بتاعتنا شبرخيت مدينة اثرية، وكانت من ايام الحملة الفرنسية. فده يعني ساعدني اكتر ان انا انقل الصورة دي، لان في اماكن تاريخيه من ايام الحمله الفرنسيه، فطبعا ما كانش حد يعرف عنها حاجه، فانا نقلتها. وفي اماكن تقريبا يعتبر من احسن اماكن في مصر، اللي هو محلج القطن عندنا، ده كان من ضمن اهم محالج القطن على مستوى مصر او في العالم، اللي هو بينتج القطن طويل التيله. فللاسف ده برضو يعتبر انا صورته من هنا، وبعد كده اتهد تقريبا. فكان ده اخر توثيق، كنت بوثق المدينه بتاعتي. فقد ايه كانت التجربه ممتعه ان انا اشارك ان الفن ليه تاثير كبير على المجتمع، وان انا انقل صوره مدينه ممكن محدش يعرف عنها حاجه، ان الناس تاخد بالها ان في مدن حلوه، في مدن فيها اماكن جميله، في مدن محتاجين نعرف عنها اكتر. كان في برضو استراحه من ايام نابليون، ايام الحمله الفرنسيه، دي تقريبا كنت اول واحده تدخل تصورها، فدي كانت برضو من الحاجات الصعبه. حسيت ان انا بعمل مغامره، ان الفن مش مجرد همسك فرشه والوان او ان انا اعيش الحاله بتاعتي بس، لا انا بنقل المكان اللي انا عشت فيه او الحاله اللي انا حسيتها. وقد ايه ان احنا التصوير مهتم بالاماكن المعروفه الاثريه اللي موجوده كلنا عارفينها. فقلت الفكره دي جات لي ان انا اكون مختلفه ومميزه. اشتركت في العديد من المعارض المحليه والدوليه. في معارض في مصر كانت يعني تقريبا من المعارض اللي عملت لي نقله في الفن التشكيلي. كانت المعارض دي كان معرض في جريده الاهرام. دي من المعارض القويه اللي انا اشتركت فيها، وتقريبا اول معرض اشتركت فيه. المعرض ده كنت اشتركت ب4 لوحات، وكان اول مره ادخل معرض، فكان بالتالي الموضوع صعب وتحدي اكتر بعد غياب 10 سنوات عن المعارض. بس الحمد لله ان المعارض او المعرض ده بالذات كان فيه نقله، ان اداني ثقه في نفسي اكتر، وان انا فنانه ولازم اكمل. ويعني النقاد اثنوا على اللوحات، وكان من ضمن اللوحات اللي انا عملتها لوحه المرآة. اللوحه دي كانت اول لوحه عملتها. كانت الالوان بتاعتها مميزه شويه، الاخضر والحياه والامل، وان هي كان فيها وشين. الوشين دولت يعتبر الشخص والعكس بتاعه او المرآة بتاعته. فكان الطريقه بتاعت اللوحه دي بالنسبه لي جديده، ان هي طريقه الوش فيها بشكل جديد ومختلف، ان هو غير تقليدي، مفيش التزام بالقواعد الاساسيه في الملامح بتاعه الوجه. فبالتالي كان خرج عن المألوف شويه، بس نقل صوره الشخص والمرآة بتاعته او النقيض بتاعه بطريقه مختلفه. اللون الاخضر فيها كان مميز شويه، ان هو تقريبا اللوحه كلها كانت اخضر في الاورنج. كنت ربطاها باللون الاسود، اللوحه كلها الخطوط بتاعتها بالاسود، فبالتالي اديتها قوه اكتر. فدي من اللوحات اللي انا بحبها، وهي كانت بالالوان الزيتيه. وفي لوحه محببه عندي برضو افريكانو. اللوحه دي عن المرأة الأفريقية، وهي مش بتعبر عن المرأة الأفريقية بس، هي بتعبر عن المرأة عامة، وقد إيه إن هي رغم سمرها أو حزنها إلا إن هي عندها أمل في الألوان بتاعتها، يعني لوحة ألوانها قوية، فبالتالي بتدي أمل، ونظرتها نظرة مستقبلية. ان هي رغم ان هي ممكن البشرة السمراء بيقولوا ان هي لا مش جميلة، بالعكس ده هي بتعبر عن الجمال كله. وقد ايه ان تركيز اللوحة كانت مع ان البشرة السوداء في الوسط، فالالوان حواليها، فبالتالي النظرة بتاعتها كانت
مختلفة، ان التركيز كله كان على الوش، والالوان بتعبر عن الحياة، وقد ايه ان الافريقيين بيتميزوا بحبهم للحياة اكتر، وان الوانهم قوية كلها بهجة وكلها امل. فدي كانت من اللوحات اللي انا بعتز بيها. ولوحة المرآة انا دخلت بيها مسابقة، وتقريبا المسابقة دي أنا دخلتها ممكن مرتين قبل كده، في حوالي يعني كان في حوالي 500 متسابق، فإن أنا أكسب المركز الرابع على مستوى المسابقة دي كانت في جريدة الجمهورية اليوم. فكان ده كان بالنسبة لي تحدي كبير، لأن تقريبا كانت أول مسابقة أكسبها وأنا لسه بعمل أول معرض. فدي كانت بالنسبة لي تحدي كبير ونجاح كبير ليا، إن أنا أتفوق على كل المشتركين. في معارض طبعا كنت اشتركت فيها، وكانت المعارض دي بالنسبة لي مختلفة شوية عن أول معارض اشتركت فيها، لأن عملت لوحات أكتر بأسلوب مختلف. بدأت أجدد في الألوان بتاعتي في المدارس الفنية، بدأت أطلع الإحساس الداخلي ليا، وخدت مراكز فيها، واتكرمت من عدة معارض دولية، وحصلت على شهادات دكتوراه فخرية من كذا جهة معتمدة. فكنت بنقل صورة المرأة عامة، أو الإنسان بصورة عامة، بس المرأة بصورة خاصة، إن المرأة تقدر تعمل كل حاجة صح طالما هي مقتنعة بيها، وإن الفن ده ليه تأثير كبير على تحويل الإنسان أو المرأة عامة من الحالة النفسية إن هي تكون مكسورة أو ضعيفة، أو إن هي ملهاش وجود في المجتمع، زيها زي أي شخص عادي، تقعد في البيت تطبخ تكنس تعمل أي حاجة. لا، هي تقدر إن هي تكون مشهورة، وتقدر تكون لها بصمة معينة وتأثر بيها على كل السيدات في المجتمع. أحب أوجه نصيحة لكل الفتيات أو المرأة عامة والشباب برضو، إن كل واحد عنده حلم لازم ما يسيبهوش ويفضل وراه لحد ما يحققه. في مواجهات صعبة وفي تحديات أصعب، بس لازم نواجهها أكتر، بان احنا نطلع اللي جوانا، نتحدى المجتمع بكل ظروفه، سواء بقى ان هو بيمنع المرأة ان هي تنزل وتعبر عن رأيها بلوحات، او ان هي تشترك في معارض، او ان هي تسافر من مكان للتاني. فطبعا بالنسبة لي انا كمحافظة تقريبا من اقاليم اللي هو الفن ملوش يعني ملوش تأثير قوي، فبالتالي مش كله بيعرف ان هو يتحدى كده. لا، انا عايزاهم ان هم يتحدوا الحلم بتاعهم، ان هم يثبتوا